انا بقول كفايه بقى زيت لحد كده. خلصنا كام ازازه زيت من اول ما جه علينا رمضان. هنعمل النهارده سمك مشوي في الفرن بتتبيله خطيره، ولكنها سهله جدا جدا. شايفين ولكنها دي؟ ما علينا، هنعملها بطريقه سهله ونعرف الطريقه. انا جبت الكبه، حطيت فيها قرنين من الفلفل الاخضر وشويه من الكزبره الخضراء، معلقه بقى من البهارات الحلوه دي هسيبها لكم تحت الفيديو. كل البهارات دي مع معلقه كبيره من الثوم، السمك حب الثوم، عصير 3 ليمونات وشويه من الزيت. ضربتهم كويس جدا. جبت السمك غسلته كويس جدا وعملت فيه فتحات عشان تشرب التتبيله، وابتديت احشي السمكه كده من جوه ومن بره زي الفل. بعدين يا ست الكل جبت بقى صينية، حطيت فيها الخضار اللي انتوا شايفينه ده، بطاطس بقى وطماطم وجزر وبصل، وبهرتها شوية كده ايه بفلفل وكمون وملح، ونزلت عليها بباقي التتبيلة بتاعتي. بعدين حطيت على الوش السمك الحلو ده، ونزلت عليه بباقي التتبيلة اللي فاضلة عندي. التركة هنا بقى حشيت البطن قطع صغيرة، دي اختياري يعني، بالزبدة وشوية من البقدونس المفروم، قطع صغيرة من الزبدة والبقدونس المفروم، وغطيته كده بالرول الألومنيوم ودخلته الفرن اتحرمش من تحت ومن فوق، وبالهنا.